السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا خير. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن المبدأ الثالث من مبادئ السوليد برينسيبلز، وهو حرف ال من حروف السوليد. هنتكلم النهارده عن السكوف سبستيتيوشن برينسيبل. ايه هو السكوف سبستيتيوشن؟ السكوف سبستيتيوشن بيتكلم ان انا عندي بيرنت كلاس وعندي تشايلد كلاس. طيب التعريف بتاعه ايه؟ بيقول إن subtypes must be substitutable for their base types. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي التشايلد كلاس أو السب تايبس، هنا معناها التشايلد كلاس. التشايلد كلاس المفروض ينفذ كل الحاجات اللي موجودة في البيرنت كلاس بدون أي مشاكل، عشان خاطر لو أنا بدلت السب تايبس أو التشايلد كلاس، لو بدلت التشايلد كلاس اللي عندي بالبيرنت كلاس ما يحصلش عندي أي مشكلة. يعني لو عندي بعض الميثودز اللي موجوده في البيرنت كلاس لازم تكون كلها بتشتغل في التشايلد كلاس. خلينا نشوف الصوره اللي موجوده عندنا هنا دي. هنا بيقول I transport passengers، وهنا I am a passenger. هنا ده مركب بينقل ركاب في البحر، تمام. مهمته ان هو بينقل ركاب. طيب العربيه بتعمل ايه؟ برضو العربيه مهمتها بتنقل ركاب. طيب هما الاثنين متوافقين في نفس المهمه دي. طب انا عاوز انقل ركاب في البحر، هل العربيه بتحقق لي الميثود دي او بتحقق لي الوظيفه اللي هو تنقل الركاب في البحر؟ ما بتحققليش كده. فده كسر مبدا السكوب. فلو العربيه بتنهرت من الترانسبورت باسنجرز اللي فوق دي اللي هي الهيد، مش هتحقق عندي اهداف ويحصل عندي مشكله. طب لو احنا بصينا على اليمين هنا كده اللي هو اي ترانسبورت باسنجر، هنا انا عاوز انقل ركاب عن طريق البحر. لو انا بصيت هنا اي ام اسيل بوت، وعندي اي ام سبيد بوت، وهنا اي ام ارو بوت. التلاتة دول بينقلوا ركاب من البحر، والتلاتة ممكن يقوموا بنفس الوظيفة. فهنا ما كسرتش مبدأ السكوف لو استخدمت التلاتة دول او عملت انهيرت من الترانسبورت باسنجرز اللي فوق، مش هيحصل عندي مشكلة ومش هكسر مبدأ السكوف. طب ده البينيفيت بتاعه ايه؟ اللي هو هنا ensures polymorphism works correctly and predictably. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيأكد لي او بيساعدني ان مبدا البوليمورفيزم يتنفذ بشكل صحيح. ايه هو البوليمورفيزم عندي؟ هو تعدد الاشكال. ان انا عندي البيرنت كلاس بيبقى فيه وظيفه او في هدف ما في البيرنت كلاس، المفروض اي تشايلد كلاس بينهرت من البيرنت كلاس اللي عندي يوصل للهدف ده. كل واحد ينفذ طريقته او يتعامل بطريقته، بس في الاخر بيوصل لي للهدف. هو بيساعدني ان البوليمورفيزم يشتغل معايا بشكل صحيح. ليه؟ لان في الاخر ان كله هينفذ الهدف المطلوب منه، مش هيحصل اي مشكله. فعشان توضح معانا اكتر خلينا نشوف المثال العملي. طيب انا عندي في المثال اللي موجود معايا عندي ابستراكت كلاس اسمه شيبنج بروفايدر. الشيبنج بروفايدر ده فيه ثلاثه ميثودز اللي هو الشيب والتراك والكنسل. طيب انا عندي ثلاث شركات شحن، الثلاثه دول بينهرتوا من الكلاس اللي هو شيبنج بروفايدر. عندي اول حاجه الدي اتش ال، نفذ الثلاثه ميثودز لان هو عنده الثلاث خدمات اللي هو الشيب والتراك والكنسل. طيب الارامكس نفس النظام، عنده شيب والتراك والكنسل، ثلاثه ميثودز برضه بينفذهم. وعندي في اللوكال كومباني عندي بينفذ الشيب وعندي بينفذ التراك، وخدمه الكانسليشن مش موجوده عند اللوكال كومباني. طيب لو انا جيت هنا وقلت له ان الشيبنج بروفايدر، قلت له بروفايدر وقلت له ايكوال نيو لوكال كومباني، تمام. وجيت هنا قلت له ان البروفايدر دوت شيب وبروفايدر دوت تراك وبروفايدر دوت كانسل. لو اديته الثلاثه دول، لو اديته الثلاثه ميثودز دول وجيت نفذت البروجكت موجود عندي، ايه اللي هيحصل؟ نشوف الاوتبوت اللي موجود معانا. الاوتبوت اللي موجود معايا ايه اللي حصل؟ ضرب لي ثرو اكسبشن، وهنا اداني لوكال كومباني شيب، واداني ان اللوكال كومباني تراكنج، وهنا ضرب ثرو اكسبشن قال لي لوكال كومباني داز نوت سبورت الكانسل. طيب جميل جدا. هنا انا كسرت مبدا السكوب لان انا البيرنت كلاس ما نفذتش كل الميثودز اللي في البيرنت كلاس كتشايلد كلاس. فانا لو اتخيل لو انا سيرد بارتي لحد او انا الناس بتستخدم الاند بوينت اللي عندي دي، وجيت عملت الميثود بالطريقه دي، فجه هو استخدم البروفايدر دوت الكنسل
واداله الكانسل ميثود في الشغل بتاعه. فايه اللي حصل؟ هيطلع عنده ترو اكسبشن اول ما يستخدم الكانسليشن في اللوكال كومباني، لان انا ما عرفتهوش واديته ان الميثود مفتوحه بالنسبه له، فهو مش عارف ان الكانسليشن خدمه مش موجوده في اللوكال كومباني. فانا هنا كسرت مبدا السكوب سبستيتيوشن. طيب عشان خاطر اقدر احل المشكله دي، خلينا نشوف ازاي هنستخدمها في السكوب سبستيتيوشن. طيب هنا اول حاجه هعمل نيو فولدر، اقول له السكوب. هاجي هنا اول حاجه اعملها اقول له اد نيو، اقول له نيو شيبنج بروفايدر. طيب النيو شيبنج بروفايدر ده خلينا ابستراكت كلاس. النيو شيبنج بروفايدر ده هيكون فيه التو ميثودز اللي كلهم بيحتاجوهم. طيب انا عندي ايه التو ميثودز الاثنين اللي كله بيحتاجها؟ اللي هو الشيب والتراك. طيب هاجي اخدهم هنا واحطهم في الابستراكت كلاس اللي اسمه نيو شيبنج بروفايدر. تمام. طيب انا عندي في ميثود ثانيه اللي هي الكانسليشن، خدمه الكانسليشن موجوده بس في الاثنين دول دي اتش ال والارامكس. طيب هاجي هنا اعمل كلاس ثاني، ابستراكت كلاس ثاني هسميه كانسلابل شيبنج بروفايدر. طيب الكانسلابل شيبنج بروفايدر ده هيعمل ايه؟ هاجي هنا كل اللي هعمله هخليه ينهرت من النيو شيبنج بروفايدر اللي موجود عندي، واحط فيه الميثود الاخيره اللي هي بتاعه الكانسليشن. تمام. طيب اصبح عندي هنا ابستراكت، خليه ابستراكت كلاس. فهنا كل اللي انا عملته قلت له ان الكلاس الكانسلابل شيبنج بروفايدر ده هينهرت من النيو شيبنج بروفايدر، هياخد الميثودز اللي هي دي ومعاها الميثود اللي هي الكانسليشن. طيب جميل جدا. فهاجي هنا اقول له اد نيو، اقول له هنا الدي اتش ال، خلينا ناخد الكود ده ونحطه هنا دي اتش ال، ناخده كنترول اكس ونيجي نحط الكود بتاعه هنا، بس بدل ما هو شيبنج بروفايدر هخليه ياخد من الكانسلابل شيبنج بروفايدر لان هو بيقدم الثلاث خدمات اللي موجوده عندي. طيب تاني حاجه هاجي هنا انشئ كلاس اسميه ارامكس، واجي برضو اخد الكود بتاع الارامكس من هنا، بس اخليه ينهرت من الكانسلابل شيبنج بروفايدر. طيب ممتاز لحد هنا. طيب ثالث حاجه اجي هنا في اللوكال كومباني واخد برضو نفس الكود اللي موجود هنا في البروجرام كلاس. هنا دول خدوا من الكانسلابل، هنا خدوا من الكانسلابل شيبنج بروفايدر، وهنا برضو خد من الكانسلابل شيبنج بروفايدر عشان خاطر ينفذ الثلاثه ميثودز. هنا هاخد من النيو شيبنج بروفايدر، هيجي هنا يديني ان الكانسليشن مش موجوده عندي ضمن الابستراكت كلاس ده. فانا هنا حققت فعليا مبدا السكوب سبستيتيوشن، لان انا عندي البيرنت كلاس لو انا بدلته في اي وقت دلوقتي، لو انا بدلت التشايلد كلاس بالبيرنت كلاس في اي وقت دلوقتي هقدر ابدلهم بدون اي مشكله. طيب لو انا جيت هنا بقى قلت له نيو شيبنج بروفايدر، وقلت له شيبنج بروفايدر، وقلت له هنا نيو لوكال كومباني، وقلت له هنا الشيبنج بروفايدر دوت شيب، والشيبنج بروفايدر دوت تراك، والشيبنج بروفايدر قلت له دوت كانسليشن او الكانسل مش هلاقيها موجوده عندي. فانا هنا لما بدلت التشايلد كلاس بالبيرنت كلاس خلاص انا نفذت كل الميثودز اللي مطلوبه مني وقدرت ابدله بالشكل الصحيح، مفيش عندي هنا كانسليشن، فاصبح مفيش عندي مشكله. طب هنا لو انا عملت دي اتش ال هيستقبلها مني برضو عادي، واقدر ان انا اعمل هنا لو انا قلت له هنا برضو دوت كانسل برضو مفيش. طب عشان خاطر استخدم خدمه الكانسليشن
هاجي هنا للكلاس اللي هو اسمه كانسلابل شيبنج بروفايدر، واجي هنا اقول له شيبنج بروفايدر دوت كانسل واستخدمها بشكل عادي. فهو ده المبدا الخاص بالسكوب سبستيتيوشن، ان انا اقدر ابدل التشايلد كلاس اللي موجود عندي بالبيرنت كلاس وما يحصلش عندي اي مشكله، عشان خاطر لما تكون زي ما قلنا سيرد بارت لحد يستخدم الميثودز فعليا اللي شغال عندك، ما يبقاش في ميثود منهم مستخدمه الابستراكت كلاس او الكلاس البيرنت اللي عندي وحاطط فيها ثرو اكسبشن او ما بتنفذش اي اكشن فيها. فاتمنى يكون السكوب وصل للناس، وان شاء الله اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.